السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدم معكم كنافة نتمنىكم بواحد إن شاء الكريمة الله اللي تتبعوا كتجي معايا الفيديو رائعة. من الأول حتى الأخير، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم، بارطاج، التعليق ديالكم اللي كتشجعني، وشكرا لكم. هنايا خديت نص كيلو أو 500 غرام ديال العجينة ديال الكنافة اللي ناخدها كنديرها هنايا في هاد البول وغادي نقطعها. كيف غادي تشوفوا معايا، الا بغيتو تقطعوها بايديكم راه كتقطع اولا بالمقص كيف غادي تشوفوا معايا. صافي هنايا خديت هاد الزبده اللي درت منها تقريبا 200 غرام. صافي حطيت الزبده ديالنا كتذوب ونقص عليها البوطه كتذوب على المهل، كنخليها كتذوب وانا ناقص عليها البوطه حتى كتحيد من هذاك الحليب اللي كيكون فيها وكتولي لنا على شكل نوازيط كيف غادي تشوفوا معايا. صافي هنايا بديت كنقطع في الكنافه، العجينه ديال الكنافه ديالنا. انا صراحه هنايا كنت خدامه معكم وكنهضر في التليفون ونسيت راسي وبقيت نقطع فيها حتى رققتها بحال غادا نصايب بها السفه. المهم هاد الغلط ما ديروش نتوما. حاولوا تخليوها شويه يكونوا دوك الخيوط يبقاو شويه طوال، ما تكونش بحال هكا رقيقه بزاف. المهم هاد الغلط درتو ما نبغيكمش حتى نتوما ديروه. انا فايت لي شحال من مره درتها، ولكن هاد المره كنت كنهضر في التليفون وسيت وبقيت ساهيه وكنرقق فيها كيف قلت لكم بحال غندير بها السفه. المهم معليش، اهم حاجه هي المذاق راه جات بنينه. صافي بعد ما ذبت لي الزبده ديالنا خليتها حتى بردت شويه، زدت عليها كاس لاروب ديال الزيت وخلطتها معاه. صافي من بعد ما كنخلط الزبده هي والزيت كنخليها حتى كتبرد شويه، ما كنديروهاش وهي سخونه. صافي وكنصفيها وكنديرها في هاد الكنافه، كنخويها كامله وكنبقى ندهن هاد الكنافه بالزبده والزيت ديالنا مزيان. وضروري من دهن الكنافه مزيان، واخا كتبان لينا في الاول راه فيها الزبده راه كتشربها كامله. وهنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما دهنتها مزيان تتلبست لينا مزيان بالزبده والزيت، خديت هنايا كاسرونه اللي كندير فيها نص لتر ديال الحليب، غادي نزيد عليها 2 معالق ديال السكر سنيده، واللي كيبغي الحلاوه اكثر ممكن. انا حيت مازال غنسقيها بالعسل داكشي اللي درتها 2 معالق. وزدت 2 معالق عامرين مزيان بالنشا، وغنزيد واحد الساشي هنايا ديال السكر منسم بزهرة البرتقال. صافي وكنخلط الخليط ديالنا مزيان. هنا حتى كيذوب ليا السكر سنيده مع النشا، وكنديرو فوق البوطه وكنبقى نستمر في التحريك هنايا حتى كيغلى لينا وكتعقد لينا هاد الكريمه. وهنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما عقد ليا الخليط ديالنا وحيدته من فوق البوطه، زدت عليه هنايا ساشي ديال زهرة البرتقال. هنايا بالنسبه اللي باغي يعوضها بالفاني ممكن. انا كتعجبني الصراحه هاد النسمه ديال الزهر، كتكون منسمه بالزهر، داكشي علاش كنديرها وكتجي في هاد الكريمه زوينه. صافي هنايا خديت الكنافه، خديت النص ديالها ودرتها في هاد المول وكنحاول نقادها مزيان وكنطلعها شويه من الجناب كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، باش مني ندير الكريمه من الوسط ما تسيحش ليا على الجناب ديال المول. صافي كنبقى مستمره بهاد الطريقه حتى كنقادها مزيان. عاد غادا نجيب الكريمه اللي غادا نديرها فوق من الكنافه. من بعد غادي نحك واحد القطعه ديال الموتزاريلا، وانتم ممكن ديروا اي نوع ديال الفرماج الحمار او الموتزاريلا. صافي من بعد ما غادي نقادها كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو، غادي نزيد النصف اللي بقى ليا ديال الكنافه وغنغطي بها الكريمه ديالنا مزيان وغندخلها للفران. وضروري الفران يكون سخون ونقص عليه ونخليها طيب على خاطرها. انا خليتها كطيب على 170 درجه باش كطيب لينا ديك الكنافه وكتقرمش لينا، كتجي مكرمله وكتجي زوينه. كيف كنعرفوا الحاجه اللي بغيناها بحال كتجينا محمره على خاطرها وطيبه ومكرمله، ضروري ما نقصوا على الفران ونخليوها تاخذ وقتها في الطياب.
هنايا من بعد ما خشيت الكنافه ديالي في الفران طيب لينا، خديت هنايا شويه ديال اللوز اللي كيكون مهرمش على هذا الشكل، اللي غادا نلونو بشويه ديال الملون الاخضر وشويه ديال النكهه ديال البيستاج. هنايا اللي باغي يدير البيستاج يديرو، اللي باغي يعوض هاد اللوز اللي درت انا بالكاوكاو ممكن. المهم كل واحد على حساب الاختيار ديالو. صافي كنخلطو مزيان حتى كيتخلط ليا داك اللوز مع الملون وديك النكهه، وكنديرو فوق مقله وكنبقى واقفه عليه كنحرك فيه بحال هكا باش ينشف ليا وكيتقرمل ليا داك اللوز وكياخد داك اللون حتى هو كيولي مفتوح كيف شفتوا معايا كيعطينا اللون ديالو بحال اللون ديال البيستاش. المهم نتمنى نكون وصلت لكم الفكره، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. صراحه كنزينو به بحال هكا الحلويات كيجيو رائعين. وهذه هي الكنافه ديالنا من بعد ما طابت لينا. خديت هنايا انا كنسقيها بالعسل اللي كيكون شويه خفيف، وإلا كان العسل ثقيل ضروري ما ندفيوه واحد شويه باش يخفف لينا. هنا عندي العسل انا بارد والكنافه سخونه، يلا نخرجها من الفران باش كتشرب ليا داك العسل. تقريبا درت تقريبا كاس ديال العسل، ضروري ما كيخصها تشرب لينا هاد الكنافه. صافي هنايا غادا ندوز المرحله ديال التزيين. هنايا كيف غادي تشوفوا معايا غنزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي وشويه من داك اللوز اللي درناه على شكل لوناه باش كيجينا الشكل ديالو بحال البيستاج. هنا التزيين كيبقى كل واحد على حساب الاختيار ديالو. وهنايا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكنافه ديالنا. هنايا غادا نقسم معكم واحد الطرف باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. هنايا انا كنفضل تخليوها تبرد مزيان، انا راه مع الفيديو كنت كنصور فيه وضروري ما كان خصني نقسمها، قسمتها شويه وهي باقا سخونه. ونتمنىكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في التعليق، صراحه كتجي رائعه. هنايا كنقول لكم وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى عجبكم ما تنساونيش من لايك ديالكم، بارطاج، تعليق ديالكم، وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم.